حبايب قلب ام امل، ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني كل سنه وانتم طيبين. طبعا كل يوم حلو في حياتنا، كل سنه وانتم طيبين وزي الفل. وقعت على شروه لفت بلدي. بصوا انا بنضفه كده قبل ما احط عليه ميه. بصوا وقعت على شروه لفت جامده جايه من قلب الصعيد. بصوا قد ايه، بسم الله ما شاء الله تبارك الله. هنخلل منه، هوريكم. الصغيره دي هعملها صحيحه، ودي بتعيش ان شاء الله سنه طالما اتخللت صحيحه بالطريقه دي. طبعا انا هكمل معاكم وهوريكم. هنضفه، انا بنضفه الاول هنا كده علشان ما ياخدش دعك ميه ويبهدل الدنيا. اهو بشيل الشراشيب بتاعته دي، بشيل شنباته دي كده اهي. انا متعوده على كده. تمام، هنضفه. وهنا حبايب قلب ام امل انا هغسل اللفت بعد ما نضفته كده. هغسله بقى تحت الحنفيه واحده. تمام، حطيته تحت الحنفيه، ما اعرفش اغسله في طبق غير لما يكون تحت الميه كده والميه تبقى ماشيه من عليها. هنا الصغننين دول انا بخليهم كده، دول يعيشوا معايا لاكبر وقت، لان انا جايبه كميه وقعت على شروه. ده اللي هنشيلها رمضان ان شاء الله. بصوا بقى، ده امي كانت بتعمله لنا كده، يقعد معاها من السنه للسنه. انا بحط الملح بالبركه على فكره، وعارفه معيار اللي بحطه. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. ده عملته صحيح كده عشان يقعد معايا اكتر وقت، لان انا وقعت على شروه بقى كبيره. ماشي، ده هيقعد صحيح لرمضان ان شاء الله. وده انا قطعته، انا متعوده بقى عليه ان انا احط الملح على وشه واسيبه يدبل شويه، وبعدها بساعتين 3 احط له البنجر وهحط له الميه بتاعته. يعني يومين بالظبط كده بناكل منه. قطع البنجر ليه بقى؟ عشان يبقى رقيق كده، عشان يدي لون. هو اللفت انا جايباها احمر، ولكن لازم احط بنجر. فكرة يا بنات، انا من عشاق البنجر في البيت اصلا. البنجر ده حاجه بالنسبه لي جميله. حبايب قلب ام امل، ازيكم حبايب قلبي؟ وحشني قوي موت كتير. عاملين ايه؟ هنخلي بتاع اللفت بتاعنا اهو. بصوا بقى، اليومين دول اللفت موجود كتير، وقالوا زمان ان بق الميه من اللفت ده لو واحد بطنه وجعه، والنبي كانوا بيقولوا كده في الصعيد، ما اعرفش، بس هم قالوا اللفت ده شفا. بصوا بقى الجمال، بصوا الجمال. انا عملت يعني، بصوا انقذت نفسي منهم، بسم الله ما شاء الله. انقذت ما يمكن من الانقاذ من العائله بتاعت ام امل حماد. بس اللفت ميته تتشرب. حاجتك في البيت نظيفه، انا خليت لكم بالصعيدي زي ما بخلل من امي ومن جدتي. تمام، ده اهو. وتعالوا بقى شوفوا طريقه امي دي بقى، بصراحه اما الله يديها العافيه. بصوا بقى، دي تقعد سنتين معاكي زي ما هي كده. شفتي؟ امي استاذه مخلل، وانا سر التخليل ده جايباها منها مش من حد غريب، صعيديه بقى، وكانت بتجيب من الغات وتعمل. بصوا بقى، دي تعيش سنه. كانت تطلع لنا كده في الطبق، وتروح عامله كده قلبها من جوه احمر. بس لما بتتخلل سليمه كده الصغيره او كانت كبيره بتتحفظ، ما بتتهريش، بتعيش اكتر معانا. وده كده المخلل بتاعنا مع بعضينا. ده البطرمان ده انا عملته اللي هو الصحيح. ونخش على حبيب الجماهير، الليمون. انا بحب الليمون ده جدا. ده الليمون المعصفر برضو انقذنا ما ينقذ، ولا هما بيقولوا ايه معرفش. المهم انقذنا دول، فتحوه وبياكلوا منه. بصوا بقى، بصوا الحمد لله اكلوا تلت البطرمان. بصوا بقى، يا لهوي على ريحته يا جماله. ده جنب عدس، جنب فول، جنب اي حاجه. بصوا
بصوا بصي يا بنتي قربي، ده عاملاه بعصفر. بصي الجمال، بصي دايب الليمون ازاي، بصي. الليمون انا معلش بقى، انا مش هنزل لكم تصويره دلوقتي، انا هنزل لكم الليفت. تمام. الليفت يعني سهل وبسيط زي ما انا قلت لكم. وبعدين خلي بالكم من معلومه، من حاجه بسيطه صغننه قوي، انا مش بلبس جوانتي، انا بغسل ايديا بالصابون حلو قوي. واحنا صعايده واهلنا ودنا شغل البس جوانتي وخبي ايديك، والله ما اعرف اعمل بيه حاجه الجوانتي ده، يعني انا احب ايديا كده ودين مغسوله الحمد لله وزي الفل. عشان بس في بعد تعليقات بتيجي كده، بناكل بالهنا والشفا، وعايزه شير ولايك ودعوه حلوه. ده ممكن يقعد لرمضان، اكلناه هنجيب ونعمل تاني. كل سنه وانتم طيبين. واللي تدعي لي دعوه حلوه يا رب يجعل ليها مثلها مرتين 10. وليا وليكم يا رب كل دعوه حلوه ان شاء الله. حبايبي اللي بيحبوني، اولادي وبناتي واخواتي،